التحدي اللي معانا النهارده يا جماعة هو تحدي صعب بجد. الغرفة اللي معانا النهارده هي غرفة ل3 أطفال بنات في أعمار سنية مختلفة. محتويات الأوضة بقى اللي احنا محتاجينها هي محتويات أوضة أطفال عادية. طبعا محتاجين سرير لكل طفلة، محتاجين دولاب، محتاجين مكتب، ومحتاجين تسريحة أو مراية. طب يا ترى هنقدر نفرش الأوضة بتاعتنا بالمحتويات اللي احنا محتاجينها دي في ظل ان الغرفة صغيرة جدا، هي دوبك 3 متر في 3 متر، ولا مش هنقدر نعمل ده؟ وعايزاكم انتوا كمان تتخيلوا ان انتوا فرشتوا الأوضة دي وتكتبوا لي في التعليقات لو الحاجات اللي انتوا تخيلتوها دي شبه الحلول اللي انا عملتها في الفيديو ولا عندكم حلول مختلفة. هستنى اقتراحاتكم وتعليقاتكم تحت في التعليقات، ويلا بينا نبتدي. طبعا بما ان الغرفة صغيرة جدا واحنا محتاجين 3 سراير، فاول حاجة بنفكر فيها هي السراير اللي هنحطها بشكل رأسي، وبكده يبقى احنا استغلينا مساحة سرير واحد في اننا عملنا فيه سريرين. طيب تاني حاجة، السرير التالت ممكن يتحط جنب السريرين بشكل موازي ليهم، وده طبعا كان هيخلي مفيش خالص مساحة حركة في الأوضة، يعني يدوبك ممر صغير قوي ما بين السراير. إنما فكرة إننا نعمله بشكل عمودي على السريرين التانيين أحسن بكتير، لأن هتخلي فيه عندنا مربع، مساحة حركة مربعة يعني نقدر نتحرك فيها. كمان فكرة إننا نحط المكتب تحت السرير التالت دي فكرة كويسة جدا، ويعتبر كده احنا ضربنا 4 عصافير بحجر واحد. عندنا 3 سراير وعندنا مكتب موجودين في مساحة صغيرة إلى حد ما. كمان الدولاب اللي احنا حطيناه يبقى لازم يكون تصميمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عالي جدا لحد أعلى منطقة في السقف، عشان يبقى عندنا منطقة تخزين كبيرة في الدولاب، فما نحتاجش اننا نحط تسريحة. وبما ان يعني غرفة الاطفال انا دايما برجح انه ما نحطش مرايات خالص في غرف الاطفال طالما هم لسه اطفال، يعني مش محتاجين المراية، لكن انا حبيت اوريكم المراية لو حبينا نحطها هيبقى مكانها فين بالظبط. المكان ده اكتر مكان مناسب نحط فيه المراية. طبعا مش هينفع خالص نحط تسريحة في مكان زي ده، ودايما بقول مادام عندنا مكان تخزين كبير مش شرط بقى اننا نجيب تسريحة بأدراج بكرسي، الكلام ده ملوش اي لازمة خالص. كفاية يعني هنكتفي بس بمراية كبيرة نقدر نشوف فيها لبسنا. كمان وجود المكتب طبعا تحت السرير، احنا مش محتاجين برضو مكتب يكون فيه بقى دراج، يا دوبك هو بس حاجة نقدر نسند عليها واحنا بنذاكر بكرسي واحد. طيب احنا عندنا 3 اطفال ان شاء الله هيكبروا، وكل واحدة فيهم هتبقى محتاجة تذاكر. انا برضو بشوف ان في الترابيزات القابلة للطي هي حل عملي مناسب جدا، ممكن بقى نحطها في اي مكان، ولما نيجي نستخدمها نفردها ونقعد نذاكر عليها، وبعد كده تتطبق تاني وتتحط تتشال في مكانها عادي جدا. يعني برضو هي حاجة من الحاجات العملية جدا في الغرف الصغيرة. كمان مساحة التخزين بتاعة الأول، المساحات التخزين اللي بنحطها تحت السراير أو في مكان السلم زي ما احنا شايفين كده، برضو ده حل هايل جدا جدا في الغرف الأطفال الصغيرة. كمان الألوان، نهتم جدا يا جماعة بالألوان الفاتحة بقى على قد ما نقدر، يكون الغرفة ألوان فاتحة، الخشب يكون لونه فاتح قدر المستطاع، وما يبقاش فيه طبعا كركبة في الأوضة على طول، علشان ما نحسش ان الموضوع بقى أصغر يعني، أو الأوضة صغرت أكتر مما هي. كمان تصميم الأوضة بالشكل ده هيبقى موفر لنا مساحة حركة معقولة، اللي هو المربع اللي في النص ده هيبقى أفضل 100 مرة من الممر اللي هيبقى ما بين السراير لو حطينا السراير بشكل متوازي. كمان بقى ما نهتمش قوي بموضوع الطابلوهات والديكورات في الغرفة، خلاص مفيش مكان يعني، بس كفاية قوي اننا نحافظ على درجات الالوان البناتي بقى اللي موجودة، البينكات والحاجات الفواتح دي، والرسومات بتاعة الاطفال، وبرضو ما تبقاش رسومات يعني صعبة ودوشة، يعني حاجات كده بسيطة جدا، والحاجات دي كلها يعني هتخلينا نحس ان في ديكور في الأوضة.
اتمنى تكون الحلول اللي احنا قلناها في الفيديو حلول مناسبة بالنسبة لكم، تقدروا تستخدموها في الغرف بتاعتكم. لو عندكم اي اقتراحات اكتبوها لي تحت في التعليقات، وكمان قولوا لي ايه اكتر حاجة حبيتوها في الغرفة بتاعت النهاردة، وايه الحاجات اللي انتم ما حبيتوهاش. وقبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك وكمان سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.